أهلا بيكم في قناة فن الطهي مع إيناس. يا رب تكونوا بخير. شايفة النهاردة هنعمل ايه؟ هنعمل مع بعض الكوارع ويا جمالها وهي شربتها اللي عاملة زي الدهب. وشايفة الكوارع دايبة ازاي؟ بصي بقى الطريقة اللي انا هقولك عليها لما هتعمليها اللي مش بيحبها عندك هيحبها وهيقولك اعمليها دايما. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. معانا كوارع الراجل مقطعها لنا طبعا زي ما انت شايفه كده، وانا اخدتها غسلتها. وبعد كده حطيت طماطم، جايبه طماطم قطعتها وبصله بشرتها، ومعايا الورق اللوري والحبهان وليمونه. الليمونه دي اختياريه معاكي، يعني لو انت مش حابه تحطي في الشوربه ليمون مش ما تحطهاش، تمام. بس هي بتبقى حلوه معاها، بتدي كده مزازه جميله للشوربه بتاعه الكوارع. والبصله دي انا بشرتها بدل ما اقطعها، علشان هي كده ولا كده هتدوب معايا في الشوربه، فمش هحس بيها، فكده احسن لان انا هستفاد بيها. بعد كده على النار جبت الحله وحطيت فيها المكونات اللي قلتلك عليها، وحطيت الكوارع وههدي النار عليها وهغطيها. طبعا انا مش هحط ملح خالص غير لما بلاقيها ان هي خلاص بدأت تدخل في السوى، يعني بقت 3/4 سوا، ببتدي ان انا احط لها ملح، لان الملح لما بتحطيه بيطول سواها، وهي اصلا الكوارع بتغيب معانا في السوا، فكده انتي ايه بتخليها تغيب اكتر. فالملح ما تحطوهوش دلوقتي خالص، تمام. بعد كده عريت عليها بعد ساعة، لقيتها بالشكل اللي قدامك ده. دلوقتي انا هبتدي ان انا احط لها الملح، هحط لها 3 معالق ملح. يعني مش الملح بتاعها مش هيكون مظبوط برضو، بس المهم ان انا كده حطيت لها الملح بتاعها. بعد انتهاء السوا بتاعها كله انا ببتدي ان انا اظبط الملح بتاعها. وانتي بتتفرجي على الفيديو ما تنسيش لايك وشير والاشتراك في القناة لو انتي اول مرة بتتفرجي عليا. كده الكوارع معانا استوت وبقت زي الزبدة كده زي ما بيقولوا، والشوربة بتاعتها عاملة زي الدهب. شوربتها جميلة ومش دسمة، يعني هي الدسامة بتاعتها في المعقول، يعني ما تحسيش ان هي حاجة تقيلة. ولو انتي لاقيه ان الشوربة بتاعتها تقيلة ممكن انتي تزوديها مية. بعد ما اخدتها بقى من الشوربة هبتدي ان انا احطها في الصينية عشان عايزة ادخلها الفرن، لان هي طبعا لما بتكون بتدخل الفرن بتكون احلى بكتير من ما هي تكون كده مسلوقة، تمام. هحط لها شوية ملح وشوية فلفل اسود والطاسة اللي فيها الصلصة دي انا هحط لها معلقتين من صلصة الطماطم. والصلصة دي احنا عاملينها على النار، انا حطيت توم مفروم وحمرتها شوية كده، وبعدين طفيتها بالخل، وبعد كده حطيت لها الصلصة وتبلتها بقى بالملح والفلفل والكمون، وبعد كده ركنتها على جنب. بعد بقى ما حطيت الصلصة على الكوارع كده هدخلها على الفرن الشواية، هولع لها الشواية عشان انا بس عايزاها تاخد لون. وبعد كده هجيب العيش اللي انا قطعته، حطيت له زيت وحطيت له ملح وفلفل اسود ونص معلقة من الثوم، وهقلبها كويس قوي، وبرضو هدخلها في الفرن على الشواية مع الكوارع. الكوارع كده طلعت معانا اهي زي ما انت شايفة كده اتحمرت. انا فضيت الكوارع اللي كانت في الصينية على بعضها علشان اخد صينية منهم مطرح التحمير بتاع الكوارع. احط العيش اللي انا حمرته فيها، وبعد كده هاخد الرز. والرز طبعا احنا كلنا عارفين بيتعمل ازاي، كوباية رز قصادها كوباية مية. ولو انتي طبعا عايزاه بالشعرية يبقى انتي بتزودي بس شوية مية صغيرين وتسوي الرز. هكمل بعد كده الرز على العيش المحمر واسويه، وبعد كده هبتدي ان انا اجيب الشوربة بتاعتي واسقي بيها الرز على قد ما الرز يشرب هو والعيش. وبعد كده هبتدي ان انا اجيب الصلصة واحطها على وش الرز واسويها كويس قوي زي ما انتي شايفة كده. وفي ناس كتير بتعمل الفتة من غير صلصة، بتعملها خل وتوم بس، لكن انتي لما هتعمليها بالصلصة مع الخل والثوم هتلاقيها احلى بكتير. يعني يا ريت تجربي الوصفة زي ما انا عاملاها كده، هتعجبك ان شاء الله.
وهتلاقي ولادك يحبوها وهيطلبوها منك. وأتمنى إن الفيديو يعجبك، ولو عجبك الفيديو ما تنسيش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك فيديوهاتي، وإن شاء الله أقابلكم في فيديوهات تانية.